أهلا وسهلا بحضراتكم. رواية البؤساء هي رواية للأديب الفرنسي فيكتور هوغو، وبتبدأ أحداث الرواية بأنه بيخرج من السجن راجل اسمه جان فالجين. كان راجل ضخم في هيئته، واللي مر على وجوده في السجن حوالي 19 سنة بسبب تضاعف مدة الحبس عليه نتيجة محاولاته للهروب من السجن عدة مرات. وبيرجع سبب دخوله السجن إنه سرق رغيف خبز عشان يأكل أخته وأطفالها الصغيرين. وبعد خروجه من السجن فضل جان فالجان يدور على شغل ومكان للسكن، لكنه كان بيتم رفضه في كل الأماكن لما بيعرفوا إنه كان مسجون، فبيزداد غضبه على كل اللي حواليه. وفي أثناء تجواله بيقوم السيد ميريل وهو راجل دين باستضافته في بيته وإكرامه، لكن بيقوم جان فالجان بسرقة الأواني الفضية الخاصة بالسيد ميريل وبيهرب بيها. بعد كده بيتم القبض عليه بواسطة شرطة باريس، لكن السيد ميريل بيتدخل وبينفي عنه السرقة وبيقول بأنه هو اللي أهداها لجان فالجان، فبتسيبه الشرطة. اتفاجئ جان فالجان باللي عمله معاه السيد ميريل، وتعهد بأنه من النهاردة هيكون إنسان صالح. بدأ بالفعل جان فالجان حياة جديدة بشخصية جديدة، ولقب نفسه باسم جديد وهو مالدين، واتغيرت أحواله لحد ما بقى من الأثرياء، واشتهر بين أهل المدينة بحبه للخير ومساعدته لكل الناس، حتى إنهم قاموا بتعيينه عمدة لمدينتهم. وفي يوم من الأيام وهو ماشي في المدينة شاف تجمع للناس حول راجل وقعت عليه عربة، فجرى بسرعة لمساعدته، وقدر بالفعل جان فالجان إنه يحمل العربة ويبعدها من فوق الراجل بمفرده، مما أثار شك المحقق جافير اللي كان واقف ساعتها، واللي كان برضو حارس من ضمن الحراس لما كان جان فالجان في السجن. كان في بنت رائعة في الجمال اسمها فانتين، واللي أنجبت طفلة غير شرعية سمتها كوزيت من شاب ثري حبته، لكنه اتخلى عنها بمجرد حملها منه، فرفضها أهل قريتها، وعشان كده وقفت في إحدى القرى واتفقت مع إحدى العائلات على إنها تسيب بنتها كوزيت عندهم مقابل مبلغ شهري هتبعته لهم. وبعد ما اطمنت على بنتها راحت لمدينة مونتريال، واللي بتلاقي فيها فرصة عمل في مصنع عمدة المدينة مادلين اللي هو جان فالجان. لكن سرعان ما بينتشر بين العمال خبر إن فانتين عندها طفلة غير شرعية، فبتطرد من الشغل وبتضطر إنها تشتغل في الأعمال الغير شرعية عشان تقدر تصرف على بنتها الوحيدة. وفي يوم من الأيام بتتعرض فانتين لمضايقة واحد سكران في الشارع، وبتقوم بضربه وبتدخل السجن. أمضت فانتين في السجن 6 شهور لحد ما راح مالدين وأخرجها من السجن باعتبارها مسؤوليته لأنها اضطردت من مصنعه. وبتشاء الأقدار إنه يتهم راجل جعان بسرقة فاكهة من الطريق العام، وبسبب الشبه الكبير اللي كان بينه وبين جان فالجان فتوجهت له تهمة سرقة، على إنه هو جان فالجان اتربطت بتهمة سرقة قديمة ظنا بأن جان فالجان هو اللي عملها بعد خروجه من السجن بأيام. أما مفتش الشرطة جافير فكان من أكتر المتحمسين لإلصاق التهمة بالراجل، وشهد قدام المحكمة بأنه هو فعلا جان فالجان. ما كانش في حد ممكن يشك في شهادة مفتش الشرطة جافير، خصوصا أنه كان واحد من ضمن السجان اللي كانوا موجودين أيام ما كان جان فالجان في السجن. ووصل لسمع مالدين إن فيه راجل دخل السجن في تهم قديمة مع تهمة سرقته للفاكهة، وإن اسمه جان فالجان. وبعد صراع طويل مع نفسه وضميره اضطر جان فالجان إنه يسلم نفسه للشرطة ويكشف عن حقيقته عشان ينقذ الراجل البريء من السجن. فبيتعرض جان لعقوبة السجن من جديد، وفي أثناء نقله للسجن بيوصلوا خبر وفاة فانتين وتركها لبنتها وحيدة، فبيقرر الهروب، وبالفعل قدر إنه يهرب وعاش حياة متخفية بعيدة عن أعين الشرطة، واتبنى كوزيت بنت فانتين وقضى حياته في إسعادها. وبعد مرور سنين كتير بتكبر كوزيت وبتقابل شاب اسمه ماريوس، بتقع في حبه، لكن جان فالجان بيعترض على حبهم وبيرفض ماريوس لأنه من وجهة نظره شاب ثوري وحقوقي، وحياة كوزيت معاه هتكون صعبة ومش هتحس فيها بالأمان.
كمان إن جان فالجان كان حاسس إن الشرطة عرفت مخبأه، فقرر الهروب وتغيير مكان إقامته ابتعادا عن الشرطة وعن ماريوس. لكن بيستمر ماريوس في محاولاته عشان يلاقي مكان كوزيت، وبالفعل بيلاقي مكانهم. لكن بيستمر جان فالجان برفضه وبيقوم بإيهامه بأن كوزيت سافرت خارج فرنسا وإنها استقرت في بريطانيا. وبيقرر ماريوس بعدها الانضمام للثورة للمناداة بالعدالة والديمقراطية في بلده. وبيقوم المفتش جافير بالتسلل وسط الثوار كجاسوس، فبيقابل جان فالجان اللي كان رايح عشان ينقذ حبيب بنته ماريوس بعد حزنها واكتئابها للبعد عنه. رفض جان فالجان تبليغ الثوار عن حقيقة جافير وإنه تابع للحكومة، في مقابل طبعا السماح ليه بالذهاب بحبيب بنته الفاقد للوعي بسبب هجوم قوات الشرطة عليهم. وبيقوم بالفعل جان فالجان بإنقاذ ماريوس وأخذه لبيت جده عشان يعتنوا بيه. وفي نفس الوقت بيراجع جافير حياته، فبيحس بالندم والحسرة ويقرر التخلص من حياته وبيرمي نفسه في النهر. وبعد شفاء ماريوس بيرجع مرة تانية لطلب إيد كوزيت، وأخيرا بيوافق جان فالجان على جوازهم وبيتجوزوا بسرعة. بعدها بيقوم جان فالجان بالاعتراف لكوزيت وماريوس بحقيقته وبماضيه، فيقرر ماريوس منع كوزيت من رؤيته، ويستمر الأمر لسنوات طويلة. لكن بيعرف بعد كده ماريوس إن جان فالجان هو اللي أنقذه وأعاده لعيلته أثناء الثورة، فبيروح له بسرعة هو وكوزيت عشان يطلب منه السماح. لكنهم بيلاقوا جان فالجان على فراش الموت، اللي فرح برؤيتهم فرح شديد وبيموت في سلام وهو مطمن. بكده تبقى خلصت روايتنا النهاردة، وإلى لقاء في رواية أخرى.